بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم في قناة انفرا انسبكتور. معاكم علاء محمد وهنكمل مع بعض دروس ال TCP. في الفيديو اللي فات كنا نزلنا مع بعض الواير شارك واتكلمنا عن ال 3 way handshake، شفناه مع بعض من خلال الواير شارك، وشفنا كمان ال TCP headers اتكلمنا عنها، اتكلمنا عن الويندو سكيل. طيب هنكمل مع بعض. أول حاجة لما تفتح الواير شارك اتأكد إن أنت عامل فلتر للبورت، ولو في أي segments قديمة قبل ما ترن السيرفر اعمل لها clear. كنا وصلنا للسيجمنت رقم 3 اللي هي آخر سيجمنت في ال 3 way handshake. هنبدأ السيجمنت اللي بعدها واللي راحة من الsource port 3000 اللي هو السيرفر للكلاينت. وهنا في السيجمنت دي في داتا بيحصل لها ترانسفير وحجمها 17 بايتس، ده اللينس بتاعها. يبقى كده اللينس أكبر من صفر، يبقى فيه بيلود عندي. لو نزلنا هنا كده تحت هنلاقي حاجة اسمها داتا. ممكن نقفل بس دي الأول. بين براكت في أهو حجم الداتا 17 بايتس. نفتح كده هنلاقي القيمة بتاعتها مكتوبة بالهكساديسيمال. تمام. لو رحنا على الجنب اليمين وقفنا كده على القيمة هنلاقي معمول لي هايلايت على الفاليو بتاعتها، معمول لها هنا ديكودنج اللو فروم سيرفر. تمام. يبقى كده في السيجمنت دي في عندي بيلود موجود. تمام. حجم البيانات اللي مبعوثة، حجم البيلود ده 17 بايتس، وعندي 2 flags PSH اللي هو push و acknowledgement. لو هنبص كده على الفلاجز اللي موجودة عندنا، ده السكشن الخاص بالفلاجز، هنلاقي الacknowledgement ب1 والpush برضه معمول له set ب1. هنا الoperating system هو اللي عامل set للفلاج دي، معناها إن كده الsender بيقول للreceiver البيانات دي لازم تستقبلها فورًا. ده طبعًا اللي بيحدد كده هو الoperating system، يعني البيانات دي ما تستناش عليها، ما تعملّهاش buffer، ابعتها بشكل فوري. هننزل للباكت اللي بعديها عبارة عن acknowledgement. تمام. بعد كده عندي الclient بيبعت للserver برضه نفس الflags acknowledgement وpush، والمرة دي حجم البيانات 19 بايتس. ننزل كده نشوف الdata، أدي الvalue بتاعتها، نشوف هنا الdecoding message from client، وحجم البيانات دي 19 بايتس. آخر باكت طبعًا اللي هي الacknowledgement. يبقى كده لو لقينا length أكبر من صفر يبقى في payload مبعوت مع الTCP headers. تمام. نقدر نشوف الpayload ده من خلال الdata، نشوف القيمة بتاعته ونشوف الdecoding. طيب تعالوا مع بعض كده نجرب حاجة. نفترض إن أنا عايز أبعت أكتر من message، يعني هاخد الmessage دي كده copy، أميّز بس بين كل message والتانية برقم، وهنبدأ نعمل run. قبل ما تعمل run اتأكد بس إن أنت عامل clear للdata في wireshark، ونعمل run للclient. طب تتوقعوا إيه؟ هل تتوقعوا إن كل message من دول هيحصل لها transfer في باكيت لوحدها أو في segment لوحدها، والّا هيتجمعوا كلّهم في باكيت واحدة؟ تعالوا نشوف. طيب لحد باكيت رقم 3 كده الthree way handshake، هننزل للباكيت اللي بعدها فيها payload hello from server 1. طيب يبقى كده عندي الmessages كل واحدة حصل لها transfer في segment مختلف. طب اللي بعديها ده كده acknowledgement، بعد كده hello from server 2 acknowledgement hello from server 3. يعني أنا الmessages بتاعتي اتبعتت بشكل منفصل، ما اتبعتوش كلّهم مع بعض في نفس الوقت. طيب هل أنا أقدر أحل المشكلة دي؟ في الحقيقة هو في طريقتين. أول طريقة بتتم بشكل أوتوماتيك بدون تدخُّل، وتاني طريقة بتتم manual. الطريقة الأوتوماتيك بتتم عن طريق algorithm اسمه Nagel algorithm، ولكن في الحقيقة دي طريقة مش مضمونة إن هي توصّل لك كل
الmessages بتاعتك في نفس الbucket. فرضًا إن من الضروري إن أنت تبعت ال3 دول في نفس الbucket. مثلًا عندك header وbody الاتنين مرتبطين ببعض، فأنت عايز توصّلهم في نفس الbucket. Nagel algorithm مش هتضمن لك ده، لإن زي ما قُلت هي بتتم بشكل أوتوماتيك، وفي عوامل كتير بتأثّر في كده، زي الlatency مثلًا. ولكن أنا أقدر أعمل buffering للdata manual بشكل manual، وأبعت الmessages بتاعتي في باكيت واحدة بس، وده بيتم عن طريق حاجة اسمها socket.org. socket.org هتعمل لي buffering كل الdata ديّة لكل الsocket.write اللي موجودين عندي، ولكن لازم أحدد البداية وكمان النهاية. أقول له هنا في الآخر socket.uncork، وهنا أنا باطلب منه يعمل flush لكل الsocket.write اللي أنا حددت بدايتهم ونهايتهم. يعني ممكن مثلًا أقول له أنا هاعمل buffering بس لدول، ممكن، تمام، ودي الطريقة الmanual. طيب تعالوا كده نجرب، نعمل بس clear ونشوف node TCP server، هنا node TCP client. طيب كده three way handshake. هنلاحظ إن عدد الpackets قَل. شوف هنا كده هنلاقي ديّة message from client، تمام، اللي بعديها الlength شايفين 58 bytes، hello from server 1 وhello from server 2، hello from server 3 اتبعتت كلها في نفس الpacket. يبقى أنا عملت إيه، أنا عملت buffer لكل الdata اللي عندي، تمام، عملت لهم كلّهم buffer مع بعض، وبعد كده عملت flush بعتّ كل البيانات مرّة واحدة في نفس الpacket. أمّا بقى لو عايزين نعتمد على Nagel algorithm، فهنقول له socket dot set no delay، وهنقول له هنا true. كده أنا عملت disable لNagel algorithm. إيه فايدتها يعني لمّا أعمل لها disable إيه اللي هيحصل؟ أحيانًا بالذات في الmodern applications applications كمان اللي هي الinteractive أو الreal time application، أنا باحتاج إن البيانات تتبعت immediately، يعني ما يحصلش buffering، لإن لو حصل buffer للdata ممكن ده يسبب لي مشاكل، ممكن يسبب delay، بالذات لو أنا مثلًا شغال على application real time. فأنا مش هاحتاج Nagel algorithm، هاحتاج إن أنا أعمل لها disable. أنا مش محتاج يحصل buffering للبيانات، لأ أنا محتاج البيانات تتبعت من غير أي buffer، تتبعت على طول. إنما لو أنا عامل له enable، فهنا احتمالية إن يحصل buffering للبيانات، تمام، ممكنة. فده بيختلف من application للتاني. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهارده، إن شاء الله أتمنى تكونوا استفدتوا، وأشوفكم في فيديوهات تانية كتير، والسلام عليكم.